السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي مهم، الموضوع اللي ولا ترند في الفيسبوك البارح. فيسبوك، تيك توك، الانستغرام، كلشي ولا كيهضر عليه. هذه واحد البنت، ولا نبداو بالكوري. هذا واحد الكوري اللي يعني محب للثقافات، خصوصا الثقافات العربيه. انتقل من الرياض، انتقل من بزاف ديال يعني المدن والدول، اذا به كيوصل للمغرب خصوصا في مدينة الدار البيضاء. وصل الدار البيضاء وطالق اللايف ديالو، إذا به كتجي واحد البنت محجبة، بنت يعني محجبة، يعني عبارة عن يعني رمز لماذا؟ للثقافة المغربية، رمز للديانة الإسلامية. وهاد البنت كتجي وكتسولو، يعني ربما كان مخطط لها أو ربما شافته يعني بالمتابعات ديالو، وبغات انها ربما يعني الشهرة او الله اعلم. المهم الطلب اللي طلبت منه، يعني بقات كتحدث معاه والكاميرا كتسجل لهذا الفيديو تنشر بشكل اسرع، يعني بواحد السرعة. طلبت منه انها يعني تزوج به كطلب اول، كذلك طلبت منه الرقم الهاتف ديالو. طلبت منه يعني حاول انه ما يعطيهاش الرقم الهاتف، وعطاها الانستغرام باش انها تتابعه في يعني في المواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام. هذا الشيء صراحه والله حتى كيضر في الخاطر، باش ان يعني كما قلنا رمز للديانه الاسلاميه انها تمشي. وزادت على هذا الشيء انها قالت ان الكوريين افضل من المغاربه. هادشي راه الوقاحه، وصلنا لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. راه حشومه، والله حتى حشومه. في نظر ديالكم واش يعني هذا الفعل اللي دارت واش يعني حريه؟ ربما تكون حريه، يعني بزاف انا غادي نقول لكم الراي ديالي، ولكن بزاف غادي يقول لك انها حريه شخصيه دير اللي بغات. كاين اللي غايقول لك انها ماشي من حقها، كتشوه لنا، يعني كتشوهنا نحن كمغاربه، كتشوهنا كعرب، كتشوهنا كدين اسلامي. باش ان بنت محجبه تمشي تهضر مع يعني كوري، راه كتقلل من يعني القيمه ديال الامه المغربيه. كذلك انها تقول يعني الكوريين افضل، الشباب الكوريين افضل من الشباب المغاربه، كتقلل يعني القيمه ديال يعني الشاب المغربي. هذا الصراحه لا يعقل، راه حشومه، والله تحشومه. راه المغاربه في العالم معروفين بالكرامه ديالهم، معروفين بالرجوله ديالهم. وشحال من واحد غادي يقول لك انها يعني دارت هذاك يعني اللوجيست انها غشها. راه حشومه، راه خاصنا نوعيو ولادنا وبنات بلادنا. راه ماشي ضروري اننا يعني باش نتشهروا كتعتبر تبرير اننا نتنازلوا على الكرامه ديالنا. راه لا يعقل هذا الشيء.